ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز على منتخب أثيوبيا بعد أداء قوي في الشوط الأول، ومصر كانت بتحاصر أثيوبيا من كل الاتجاهات حتى الدقيقة 39 أو الدقيقة 40 بعد ما محمد صلاح أحرز الهدف الأول من ضربة جزاء. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع أحرز الكابتن عمر مرموش الهدف الثاني من منتخب مصر أيضا من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني كان الأداء طبعا أضعف أو أهدى شوية، لأن منتخب مصر كان ضمن الثلاث نقاط وضمن الفوز، والحمد لله إن مصر فازت النهاردة، وكده بتقدم أول خطوة تتقدم نحو كأس العالم لأول خطوة. وإن شاء الله الخطوة التانية هتكون أمام بوركينا فاسو بعد 4 أيام من النهاردة، يعني يوم الثلاث بإذن الله. ومتنساش الاشتراك في القناة.